أمطار وثلوج وأجواء باردة طقس الجمعة بالمغرب. أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الحالة الجوية اليوم غد الجمعة غتعرف تغييرات مهمة، حيث كيتوقع نزول أمطار وزخات رعدية محلياً في المناطق الوسطى، الجنوب الشرقي وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. التوقعات كتشير أيضاً لنزول أمطار في المناطق اللي كينة شمال مدينة الجديدة والمناطق غرب الأطلس، وحتى في باقي المناطق الصحراوية شمال بوجدور. وبالنسبة لعشاق الثلوج، المرتفعات ديال الأطلس غتعرف تساقط بعض الثلوج فوق القمم. الجو غيكون بارد نسبياً الجريحة في الصباح وبالليل، خصوصاً في المرتفعات الجنوب الشرقي والهضاب العليا. الحرارة الدنيا غتنخفض بزاف وغتوصل ما بين 3 درجات تحت الصفر و3 درجات في جبال الأطلس والهضاب العليا، بينما في الصحراء والسواحل غتكون ما بين 9 و15 درجة، وفي باقي المناطق ما بين 3 و9 درجات. الرياح غتكون قوية شوية في الواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية. أما بالنسبة للبحر فغيكون هادئ إلى قليل الهيجان في المتوسط، قليل الهيجان إلى هائج في البوغاز، هائج إلى قوي الهيجان ما بين أصيلة وطنطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل. شكراً لكم على حسن المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكراً.